السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعر الدولار في السوق الموازي دلوقتي بيتراوح ما بين 52 و 53 جنيه، ده باختلاف المناطق. سعر الذهب عيار 21 تخطى ال 3000 جنيه، وعيار 24 تخطى 3300 جنيه، وعيار 18 تخطى ال 2000 ونص. يا ترى والسؤال المهم هنا، الدنيا رايحة بينا على فين؟ والكلام دلوقتي لسه ما تمش عن فك شهادات ال 25%. وايه اللي احنا مستنيينه دلوقتي قبل فك الشهادات؟ في كلام دلوقتي داير عن وقف البطاقات الائتمانية في الداخل وفي الخارج، وان ده هيتسبب في ارتفاع السوق السوداء الفترة اللي جاية. يا ترى ايه صحة الكلام ده؟ وهل الوقت الحالي اللي احنا فيه مناسب للشراء ولا لا؟ كل ده هجاوبك عليه، وما تنساش تعمل لايك ويلا بينا. السلام عليكم. طبعا اي حد من حضراتكم حابب يتواصل معايا بشكل شخصي ممكن يتواصل معايا عن طريق اللينك بتاع الجروب التليجرام او الواتساب، هسيبه لحضرتك تحت في التعليقات، تقدر تتواصل معايا عليه اسرع كمان من اليوتيوب. انا بقى للمهم، وقت فك شهادات ال 18% كانت الناس كلها مستنية من البنوك، وخاصة البنك الأهلي وبنك مصر، البنكين دول عشان حكوميين، وطبعا دول أكتر بنكين بيصدروا شهادات عالية. كانوا مستنيين إن هم يطرحوا شهادات أكبر علشان يقدروا يلموا أكبر عدد من السيولة دي من السوق. وبعد فك الشهادة دي ب10 أيام تم طرح شهادة ال 19%. أي نعم، بالنسبة لهم كانت شهادة هزلية، والشهادة دي لمت 360 مليار جنيه. ايوه زي ما حضرتك سمعت كده، 360 مليار جنيه. اصحاب شهادات ال 25% دلوقتي مستنيين هم كمان من البنوك شهادة كبيرة. في كلام عن شهادة ال 22% او 25%، مش اكتر من كده. وفي اقاويل تانية بتقول 27% ل 30%. محدش بقى عارف يقرر النسبة او الشهادة الجديدة هتكون ايه. ولكن اهم حاجة ان هم يصدروا شهادة عشان تقدر تلم اكبر عدد من السيولة من السوق، بدل ما تروح في السلع والاسعار تعلى، والدولار والاسعار تعلى، والذهب والاسعار تعلى. وشهر 4 خير دليل على اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. خلينا اكون واضح مع حضرتك، احنا ال10 ايام دول مستنيين حاجة من الاتنين: يا اما من البنوك وان هي تصدر شهاده كبيره الفتره دي، او قرب فك شهاده ال 25. وخلي بالك شهاده ال 25 دي كانت قسمين: شهاده 22% وكان العائد بتاعها شهري، وشهاده 25% والعائد بتاعها اخر المده، يعني هيستلموه مع فك الشهادات يوم 4 يناير. يا اما الحاجه التانيه قرارات حاسمه واكتر صرامه من الحكومه تساعد في حل الازمه الحاليه بسبب الدولار. خليني اقول لك ان اي شهادة من الاقاويل اللي بتتقال دلوقتي ان الشهادة اللي هتحصل هتبقى 20% او مفيش شهادة جديدة، والنسبة هتفضل 19% ثابتة زي ما هي، الكلام ده مش حل نهائي، لان كده هنشوف ارقام خيالية في الدولار والذهب، وهيبقى المضاربات عالية جدا على الاتنين. الفترة دي المراهنات هتكون على الحكومة بشكل اكبر. عارف يعني ايه حضرتك تدخل شهر يناير بدولار في السوق السوداء ب60 جنيه؟ عارف ده هيودي الاسعار لحد فين؟ عارف الاسعار هترفع لحد فين؟ عارف التضخم نفسه هيروح بينا لحد فين؟ كل الكلام ده مهم جدا، لازم حل استثنائي ايا كان. عارف يعني ايه حضرتك تحرك سعر الصرف من سعر دولار موازي ب60 جنيه؟ كل الكلام ده كلام عبث. لازم هنا حل من الحكومة، حتى يا عم لو هتأجل تحريك سعر الصرف لازم حل. خليني اقول لك انا شايف فيها اجتماع استثنائي. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان اول اجتماع في السنة الجديدة هيكون 1 فبراير. في كلام ان السوق السوداء دلوقتي هتشد حيلها تاني، وهيبدأ السعر يرفع اكتر علشان خاطر الحكومة وقفت البطاقات الائتمانية في الداخل والخارج 6 شهور. ايه صحة الكلام ده؟ طبعا الكلام ده صحيح 100%، بس هي وقفت الاستخدام للبطاقات الحديثة مش القديمة، عشان خاطر سوء الاستخدام. زي ما شفنا في البطاقات المرة اللي فاتت ان الناس بتخش تشتري دولار وتسحب دولار وتبيعه في السوق السوداء وتاخد الفرق. هنا سوء الاستخدام السبب، بس مش القديمة. ده البطاقات الجديدة وقفت 6 شهور، وهترجع يتم التعامل بيها تاني بعد ال6 شهور، او يكون على الاقل حلنا ازمة الدولار. نيجي بقى للسؤال المهم: هل الوقت الحالي مناسب للشراء ولا لا؟ كل واحد من حضراتكم صاحب قراره. لو حضرتك مقتنع ان انت دلوقتي محتاج تشتري،
اشتري، بس وانت بتشتري خليك عارف انك بتشتري على دولار 52.5 في صورة ذهب، وده قرارك وانت حر. لكن رأيي الشخصي انا ضد شراء الذهب على الاسعار الحالية. حاليا حضرتك بتحافظ للتاجر على فلوسه، حضرتك الخوف دلوقتي هو المتحكم الرئيسي فيك، عشان كده بتروح تشتري وانت خايف. انا ضد شراء الذهب في وقت الارتفاعات. خليني اقول لك، لو حضرتك بتشتري الذهب عشان تخاف على فلوسك لمدة 3 شهور، وارد جدا تشتريه دلوقتي وفي خلال فترة معينة بتاعه فك الشهادات اللي هي طول شهر يناير يرفع زي ما انت حضرتك شايف، وتيجي تقول انا مكمل وتطمع تلاقي الذهب سبك ونزل. تيجي بعد ال3 شهور تلاقي نفسك اتحبست، وده اللي حصل مع اصحاب شهادات ال 18%. خلي بالك دلوقتي انت واصل لاعلى قمة. خد بالك من نقطة معينة، لو السعر وصل في البنك ل 45 جنيه، وانا بقول لك الكلام ده صعب، ولكن وصل ل 45 جنيه والسعر العالمي وصل ل 2500 دولار، هو سعر عيار 21 3100 جنيه. حضرتك بتشتري من اعلى قمة، لازم تكون عارف كده. في الاول وفي الاخر دي وجهة نظري، ومش بلزم اي حد من حضراتكم بيها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد، واي حد من حضراتكم عنده استفسار سيبولي في التعليقات وهرد عليك. سلام.